بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مرة أخرى ولقاء جديد من برنامج مسائل وإجابات قرآنية. وحسب أولويات الإجابة على سؤال الحلقة الماضية نسمع هذا السؤال ثم نعود إليكم مرة أخرى للإجابة عليه. خلي نسمع السؤال ثم نعود. أي مجموعة من الحروف من المجموعات التالية مخرجها مخرجا مقدرا؟ بمعنى آخر، مجموعة من هذه الحروف في الاختيارات الأربعة مخرجها يكون مقدر. هل هي مجموعة سين صاد زاي، أو مجموعة طاء تاء دال، أو مجموعة ألف واو ياء، أو مجموعة لام نون راء؟ هذا هو سؤال الحلقة الماضية، وحتى تكون الإجابة عليه واضحة ودقيقة ينبغي أن نبين بعض المقدمات حول موضوع أنواع المخارج للحروف العربية. أولا، بما أن هذا السؤال يدور حول موضوع المخرج المقدر، لذلك يجب علينا أن نعرف بأن هناك مخرج آخر مقابل هذا المخرج، وهو المخرج المحقق. أي بمعنى آخر، هناك نوعان من المخارج لكل الحروف العربية: الأول المخرج المقدر، والثاني المخرج المحقق. ولكي تتضح الصورة لديكم أكثر، ينبغي أن نعرف هذين المخرجين ومن ثم نبين الفرق بينهما، وهذا يتطلب بعض المقدمات. مثلا، أولا، ما هو المخرج بصورة عامة؟ ثانيا، كيف نتعرف على مخرج الحرف؟ وثالثا، كم هو عدد مخارج الحروف والمواضع التي جاءت فيها؟ وبالمناسبة كل هذه الأمور شرحناها بالتفصيل سابقا، ولكن لا بأس بإعادتها مرة أخرى للفائدة العامة. أولا، ما هو المخرج؟ المخرج هو الموضع الذي ينشأ فيه الحرف. وحتى نتعرف على مخرج الحرف العربي نأتي بالحرف أولا، ثم نسكنه ونضيف له همزة القطع ونلفظ هذا الحرف، فأينما استقر الصوت هو هذا المخرج لذلك الحرف. الآن إن شاء الله نأخذ أمثلة على هذا الموضوع. أما عدد مخارج الحروف فهي 17 مخرجا في 5 مواضع، والمواضع الخمسة هي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. ومن هذه المواضع الخمسة تخرج كل الحروف العربية. الآن، ما هو الحرف؟ الحرف هو صوت يصدر أو يعتمد على مخرج محقق أو مقدر. ومن هنا نرى بأن هناك نوعان من المخارج: الأول المخرج المقدر، موضوع جواب سؤال الحلقة الماضية، والذي سنتكلم عنه الآن بالتفصيل إن شاء الله. والثاني المخرج المحقق.
ولمعرفة المخرج المحقق لا بد من مقدمة قبل الشروع في شرحه، والمقدمة هي كيفية حدوث الأصوات. أولا، كيفية حصول الأصوات في الطبيعة بشكل عام، والتي يصدر ويحصل فيها الصوت. هذه الطرق هي كالتالي: أولا، عن طريق تصادم جسمين مع بعضهما البعض، مثلا المطرقة مع جسم آخر كما تلاحظون بالصورة، وغيرها من الأمثلة الكثيرة في الطبيعة. ثانيا، عن طريق تباعد جسمين بينهما قوى رابطة، مثل ايش؟ مثل كسر العصا. العصا بين جزيئاتها ترابط، فعند كسرها نحاول أن نباعد بين هذه الجزيئات، وهذا التباعد يصدر عنه الصوت. ثالثا، عن طريق اهتزاز جسم من الأجسام، مثلا اهتزاز المسطرة عند وضعها على الطاولة وضغطها إلى الأسفل فيصدر عنها صوت. رابعا، عن طريق احتكاك جسم خشن مع جسم آخر، مثلا حركة المنشار عند قطع الأخشاب أيضا يصدر عنه الصوت. هذا الصوت الذي يحصل في الطبيعة. أما في جهاز النطق البشري فكل حرف من الحروف يجب أن ينشأ بتصادم جزئين من أجزاء المخارج المحققة أو من أجزاء أعضاء النطق. وقبل أن نأخذ مثالا على ذلك ينبغي أن نعرف ما هو الصوت وما الفرق بينه وبين النفس في جهاز النطق البشري. الصوت هو الهواء الخارج من الرئتين واحتكاكه بالأوتار الصوتية، وهو فعل إرادي. يعني لما نريد نتكلم احنا نقرر نتكلم في اللحظة اللي نريد نتكلم بيها فيخرج الصوت. أما النفس فهو الهواء الخارج من الرئتين لا إراديا بدون تدخل الإنسان، يعني دون أن يحتك بالأوتار الصوتية بالحنجرة، فلذلك لا يصدر عنه صوت. هذا الفرق بين الصوت والنفس. وعلى سبيل المثال للحصر، مثلا حرف الدال. حرف الدال إذا أتينا به وسكناه وأضفنا له همزة القطع فيكون أد. إذا تلاحظ كيفية خروج هذا الحرف، نرى بأنه يخرج بتصادم طرف اللسان العلوي مع أصول الثنايا العليا. الثنايا العليا هي الأسنان العليا، والأصول هي منبت هذه الأسنان، وبهذا التصادم ينشأ حرف الدال، وكذلك الطاء والتاء من نفس المخرج، وتسمى هذه الحروف بالحروف النطعية. لذلك يكون منشأ حرف الدال ومخرجه واضح ومعروف وحقيقي، لذلك يسمى بالمخرج المحقق، والذي فيه نستطيع أن ننسب الحرف إلى نقطة معينة ومعروفة لخروجه. بمعنى آخر، أن في المخرج المحقق نستطيع أن نحدد في أي نقطة بالضبط نشأ الحرف. هذا بالنسبة للمخرج المحقق. أما ما يقابله المخرج المقدر فهو عكس ما ذكرناه عن المخرج المحقق.
فالمخرج المقدر لا نستطيع أن نحدد النقطة أو المقطع الذي نشأ فيه الحرف، وهذا لا يكون إلا للحروف المادية الثلاث: الألف المسبوق بالفتحة، والواو المسبوق بالضمة، والياء المسبوقة بالكسرة. فصوت هذه الحروف يبدأ من الأوتار الصوتية ويستمر بالخروج من خلال التجويف الفموي إلى خارج الفم دون حصول أي تصادم بين أجزاء النطق في الفم. وعند تسكين هذه الحروف وإضافة همزة القطع بالحركة المناسبة لكل حرف منها، نرى بأنها تخرج دون أي تصادم بين أي من أجزاء الفم. الألف مثلا لاحظ، تحس بأنه الصوت يخرج من الأوتار من خلال التجويف الفموي إلى الخارج دون أي تصادم. ومن هنا اتضح لنا جواب سؤال الحلقة الماضية، والذي هو في الاختيار الثالث، والحروف ذات المخرج المقدر هي الألف والواو والياء فقط، وباقي الحروف كلها مخرجها محقق. والخلاصة هو أننا لدينا مخرج مقدر واحد وهو الجوف، ومنه تخرج حروف المد الثلاثة: الألف المسبوقة بفتحة، والواو المسبوق بضمة، والياء المسبوقة بكسرة. وما عدا ذلك فكل الحروف مخارجها محققة، لأننا نستطيع أن ننسبها إلى نقطة محددة في جهاز النطق البشري. وبهذا الشرح التفصيلي توضح لنا جواب سؤال الحلقة الماضية، وهو في الاختيار الثالث كما قلنا. والآن ننتقل إلى سؤال حلقة هذا اليوم، وهو كالتالي: إن البسملة بين آخر سورة الأنفال وأول سورة التوبة لا يجوز ذكرها عند الاستمرار في التلاوة بين هاتين السورتين، ولكن هناك عدد من الوجوه جائزة للقارئ عند الرغبة في مواصلة التلاوة بين هاتين السورتين. وعدد هذه الوجوه هو: الاختيار الأول وجه واحد، والاختيار الثاني وجهان، والاختيار الثالث 3 وجوه، والاختيار الرابع 4 وجوه. هذا هو سؤال حلقة هذا اليوم، ونتمنى للجميع الموفقية في اختيار الجواب الصحيح من هذه الإجابات ال4. وإن شاء الله في الأسبوع القادم في الحلقة القادمة سنتطرق بالتفصيل إلى الإجابة على هذا السؤال. وإلى ذلك الحين نستودعكم الله، ولا تنسونا ووالدي من خالص دعائكم، وفي أمان الله.